الحلاقين في ايطاليا ومهنه الحلاقه في ايطاليا، والنهارده طبعا مع حلاق مصري عنده خبره هنا في ايطاليا وشغال في ميلانو في الحلاقه. هنساله عن الراتب وعن كل حاجه تخص الحلاقه. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك اخوك احمد من المنصورة. انا بشتغل حلاق، انا بقالي هنا حوالي 4 سنين. شغال هنا في المحل ده بقالي ممكن سنتين كده يعني. بالنسبة للرواتب يعني في على حسب الاتفاق. في محلات بتشتغل برواتب، في بالنسبة يعني مثلا في مع الطلاينة بتكون برواتب، في برضه مصريين، بس على حسب انت اتفاقك معاه. بالنسبة طبعا بتكون بالنص، يعني اشتغلت ب100 ب50 150 200، انت النص هو النص. في الكونتراتو بتفرق برضو، يعني طبعا كل محل مش زي التاني. في اللي بيتفق معاك مثلا يعمل لك كونتراتو بسنة ب6 شهور، بيديك 3 شهور مثلا بروفا، بعدين بيزود فيك. في اللي ما بيعملكش. معظم هنا اصلا في الزونة هنا مش الحاجة اللي هي برضك يعني. كل ما بتخرج بره ميلانو في بيكون احسن، في اماكن انضف. النهارده لو حلاق مصري جه هنا وما عندوش علاقات، ما عندوش زباين تقريبا، بالنسبه مش هيعرف يشتغل ولا يجيب ولا مليم الا لما يعمل زباين، صح؟ قال لما يعمل زباين، وبتفرق برضه في اللغة. يعني ما كنت جاي جديد في البداية، كان الفرق معايا اللغة. لأن طبعا لما بيقعد تحتاج زبون إيطالي أجنبي بعيد عن يعني أي دولة مثلا غير عربي. طب اول ما انت جيت كنت تقريبا بتوفر كام في الشهر، ودلوقتي بتوفر تقريبا كام في الشهر؟ يعني مثلا ليميت الناس اللي بتقعد بعد كده تاخد الخبره. أول ما جيت كانت تعتبر يعني مش أحسن حاجة، يعني خسرانة. فاهم، لأن ما كنتش بشتغل. يوم حلقت الواحد ولا اتنين ب 20 30 يورو، انت 15 وهو 15. اه، كانت كده لان طبعا مثلا كمصريين متعودة على ده، لسه ما يعرفكش. في مثلا زبون ايطالي او غير ايطالي بيخاف يقعد تحتك عشان ما بتعرفش تتكلم. وبعدين كمان الخبره بتختلف الخبرة والكفاءه بتختلف. طبعا انت الزبون بيقعد تحت ايدك وبيدفع. انت لو روقت عليه يجيلك تاني، تعمل زبون، تبدأ تتعلم اللغة. عملت زبون، كل ما بتعمل زبائن اكتر بتزيد معاك انت في حسابك انت، بتوفر اكتر، تعمل فلوس اكتر. وبعدين بعد تعدي اول سنة سنتين بتفهم البلد، بتعرف توفر في حاجات كتير هتفرق معاه. انما كفي بداية مع اي حد بيكون الدنيا صعبة شوية. موافق على اذاعه هذا اللقاء؟ موافقين يا باشا زين. طبعا عاوز اقول لكم نفس الكلام ده بيحصل في فرنسا، ان اغلب المصريين اللي شغالين في الحلاقه في فرنسا بيشتغلوا برضه بالنسبه. يعني من الاخر عندك علاقات وهتيجي وفي زباين بتجيلك، تلاقي نفسك ربنا مضيك كويس. وانت لو صنايعي شاطر قوي وجالك واحد ولقاك جامد قوي وسمعتك سبقتك، صدقني ربنا يكرمك، لانك بتاخد النص، وصاحب المكان اللي فاتحه وجايب الماتريال وجايب كل حاجه بياخد النص. النهارده كنا معاكم بنكلمكم عن مهنه الحلاقه في ايطاليا. شكرا جدا لحضراتكم، وفرنسا كمان نفس الكلام. السلام عليكم.